أثيرت هالقضية ولا أنا أول من والله يثيرها؟ أنا مبسوط أنها تثير. أول من يثيرها أنا بثير قضية ثانية. تمام. اسمح لي. تمام. مباراة الأهلي نزلت وجتني كورة من أحمد الدوخي انفردت بها نعم. النجعي قبل ما كنت بتحطها. بنشوفها. انفردت بالنجعي. هذه هي اللقطة. أي. الحين السادة المشاهدين نعم. أبى أقول لكم هنا اللقطة من البداية. أي نعم إنه كنت أطالب هذا مو بأسلوبي شوت. مو بأسلوبي. حلو اعترافك. اي نعم اعترف لك انا قلت لك مو بأسلوبي شوت. يا انه فوق الحارس يا اخذها واكسب بلنتي واطرد الحارس. فيها انا اعتقد ان فيها حلول كثيرة. اي نعم. ممكن تنزلها لكن تحت اصرار وتمشي. الناس اللي يحبون سامي بعد مباراة شارقة يا اخي شوت يا اخي شوت. صح؟ قمت شت في اللحظة شت. وهذه الأول مرة ما أخذ القرار في لحظتها صحيح. من يمكن أقول لك اجتهاد في مباراة الشارقة واجتهاد في مباراة هذه. لكن يا عالم يا ناس يا هو إذا كان أخطأت في قرار في هذه فأصبت في مئات القرارات سابقا. فاعذروني. ممتاز. ممتاز انك تقول اعذروني سامي، تعترف باخطائك، تعترف بانكساراتك مثل ما كنت بطل في كثير من الانتصارات. بعد الله الاعلام وسامي قضيه طويله، دائما عنوان يعني كنت عنوان الفرح ولو انك غبت يعني في موسمين، اتمنى ان شاء الله تعود عنوان للفرح مره ثانيه وتختم حياتك، رغم انك يعني صرحت باكثر من مره بانه يعني ختام ليس مربوطا بالبطوله. كيف ترى علاقتك بالاعلام؟ ما اعتبر مقصر. المنتدى يعني او موقع سامي الجابر الرسمي اخذك من الاعلام كثير، يعني صار كل شيء رسمي عن طريقه؟ لا صرت بالتالي زي اللي يقول لك اللي يلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. يا اخي صار يفسر الكلام اللي انا اقوله بطريقه غريبه. فصرت تبتعد؟ صرت اتحفظ ما ابتعدت كثير. سامي انت متابع جيد للمنتدى ما ينشر في المنتدات؟ متابع الى حد ما ولكن بعطيك معلومه قبل ما اقول لك. طبعا اتدخل اذا نزلت شيء ما نقدر نحجبه قبل ما ينزل، لكن ممكن نعم نشيله. ممتاز. ولا نرضى الغلط لاي احد. طيب جريده الرياض، انا هذا اللي كنت ابغى اعرف ليش ما توصل ينزل؟ هالنقطه؟ ليش ما ينزل اسمك وصورتك؟ ليش ما تجيبون مواجهه مع جريده الرياض؟ احنا احقاقا للحق نعم. وللمشاهدين نعم. اتصلنا بالمسؤولين في القسم الرياضي، حاول ان يكون معنا احد على الهولد ينتظرك نعم. ويسمع اجابتك وبعدين يرد، لكن اعتذروا الزملاء. طيب احنا نبغى نسالك. نعم ممتاز. انا عندي كل احتراما لك شخصيا والبرنامج والعاملين القائمين. ابى اقول لك انا القصه. بعد رجوعي من او بعد قبل توقيع العقد في مباراه الهلال والطائي. نعم. التايتل الكبير اللي هو العنوان اللي كان موجود تكلم عن انه في مباراه الهلال والطائي سامي واجانب الهلال سبب سامي والاجانب سبب خساره الهلال. وكان قبلها على وقت مدير التحرير السابق كان اعتقد كان في سلبيات كثيره، في اشياء ضغوط وضع سامي حتى وانا كابتن المنتخب. في العواميد في الكلام يعني ابى اقول لك انت تتكلم انه الرياض لا تذكر اسم سامي الجابر. زين لما الهلال حتى في اللفته ال 11 لاعب. زين. بينما مؤتمر الصحفي لادموس كل انواع الشتم اللي قاله ادموس موجود في جريده الرياض. وعندي قصص. انا اسالك ليش؟ اقول لك سوي مواجهه مع الرياض، مو مسوي مواجهه. لا ما في قصه معينه يعني بعطيك انا سامي بعطيك صح بعطيك السيناريو. انتشر في الوسط الرياضي اكثر من قصه. احسم القضيه. طيب ممتاز احسم القضيه. انا طلعت من مباراه الطائي وشفت التايتل العنوان اللي هذا حطه. جتنا مباراتنا مع الشباب فزنا 2-0. كنت مؤدي المباراه حتى يعني مباراه جيده في بدايه رجعتي. طلع لي اسامه النعيمه محرر صحفي في جريده الرياض. طلب مني تصريح. كانت في استاد الملك فهد اعتقد. كانت في الملز. طيب. طلب مني تصريح. قلت له انا يعني الاسبوع اللي راح حاطين لي عنوان واليوم فاز الان تجي تعطيني تصريح ليش؟ بدلا بهالهدوء. لا طبعا قلت لا بهالهدوء يعني لا ما له دخل هو مسامى النعيمه. طبعا قلت بهالهدوء لكن مو يعني على حسب اهواء مدير التحرير. على حسب اهواء مدير التحرير. مين كان وقتها مدير التحرير؟ اعتقد كان وقتها احمد المسجد. مو تطلب الحقيقه؟ نعم هذا نسمع روايتك. لكن ما تطرقت لتركي السديري ابدا. لكنه يمكن اسامه انا قالها على اني ممكن او خانني التعبير في كلمه مدير او رئيس تحرير. حلو. شفت؟ كانت ورجعت وقلت في جريده الجزيره انا اكن كل الاحترام والتقدير وهذا في حوارك اللي بدايه الشهر الماضي. نعم هذا رجل دوله كبير وخدم وعمل واشياء ممكن اني اتطرق له. هذه او اقولها عبر مواجهتك. ما ممكن اتطرق له لو كان اللي كان.
وهذه مو معناتها اني انا ابغى اقول لكم سامحوني حطوا اسمي تكفون في جريده الرياض، لكن انها حقيقه وواقع. طيب قلت لي سامي النعمه سامي ما دامك جبت السالفه، قلت انا ما تهمني جريدتكم انتم الخسرانين في النهايه؟ لا يا بت ما صار؟ لا بت ما قلت له انتم خسرانين في النهايه. أه. قلت له انا ما تهمني الجريده انه انتم ما تطلعون اسمي فيها. كنت غاضب مره من جريده الرياض؟ والله يا اخي مواقفهم كثيره. هي اساءه؟ اساءات حتى لا هي اساءه، منع اسمك اساءه؟ ما اعتقد انها تقابل الاساءه باساءه انت؟ لا لا. كيف تسمح في منتداك سامي بأنه توقيع أحد أعضاء المنتدى تخرج جريدة الرياض موضوع عليها أقدام، هذا الشيء وهي منشأة كبيرة يقودها رجل، هذا يعني الشيء اللي أنا حرصت عندك على القناة المنتدى أنها تحذف على طول. متى حذفت سامي؟ بعد 6 شهور؟ لا لا بعد 6 شهور؟ لا لا بتال لا بعد 6 شهور لا سامي. مستحيل يا بتال، لا مستحيل. حذفت بعد يعني هل أنا برضى أنه اسم سامي الجابر نحطه عليه دوسة مثلا؟ طبعا ما أرضى يا أخي. لا ولا أرضى أنا سألتك قبل ما نتكلم عن الإعلام، قبل ما نتكلم عن الإعلام أنا سألتك الحين الواحد يدخل النت ويضع موضوع ما تقدر تتحكم فيه إلا بعد تقريبا فترة معينة، بعد يومين عشان تحذفه. بعد يومين؟ لا يا بتال مو يومين، لا يا بتال أنا لما أتكلم لك بالواقع خذها مني. سامي النت مش عالم. ردة فعل الجمهور على جريدة الرياض المحبين سامي كأنك ماكل قطعة من سامي. ايوه لكن كان بامكانك، وهذا الشيء يقولها الجماهير انهم يغضبوني. قبل ما نتكلم عن الاعلام يغضبني اكثر مما انا سالتك قبل ما نتكلم عن الاعلام هل تتدخل فيما ينشر في منتداك؟ فقلت لي نعم. انتقلت انا لجريدة الرياض عشان اعود للسؤال مرة ثانية. الان تقول لي لن ولم ارضى يا بتال باهانة جريدة تحمل اسم الرياض في منتداي. لم ولن ارضى امام هذه وامام امام كل من يشاهدني من محبين في منتدى او في اي منتدى اخر انه مهما اساءت جريدة الرياض لسامي الجابر لا يجب ان يساء الى اسم وجريدة الرياض واسم الرياض واي رئيس تحرير جريدة الرياض واي عامل في جريدة الرياض. ممتاز. هل في مبادرة من جانب سامي في مبادرات الأجواء؟ في مبادرات. احنا نتمنى يكون في ود وتقارب احتراما لهالمنشأة العملاقة ولتاريخ لاعب مثل سامي الجابر. ذهب والدي واطال الله في عمره شيخ الرياضيين الامير عبد الرحمن الرئيس الشيخ عبد الرحمن بن سعيد الى رئيس تحرير جريدة الرياض، ولكن رئيس تحرير جريدة الرياض كان غاضب. ممكن تسأل ابو مساعد عن المعلومة. حتى الامير عبد الله ما حلت. حتى الامير عبد الله مساعد وكان رئيس تحرير جريدة الرياض لا زال غاضب، وحاول التدخل بطريقة كثيرة حتى ناس كثير، ولكن لا زال غاضب. يمكن يكون غاضب من المعلومة اللي انت تقولها انه وضعت جريدة الرياض طبعا، لكن لن ولم ارضى بمثل هذه التصرفات في المنتدى، ولكن انها توضع وبعد فترة نقدر نشيلها على طول، لانه القائمين على المنتدى يعرفون ان هذا الشيء ليس موجود في المنتدى. ممتاز. سامي ما بقى عندنا وقت. وهذه الاشياء من الاشياء اللي تسبب لي احراج، وفكرت كثير اني انا الغي المنتدى عشان هالشيء. عشان من ضمن هذا. طيب يعني بامكانكم تقولون ما ينشر في المنتدى غير محسوب على الموقع. بس انه بالتالي انت لما تيجي يدخل الموضوع ما تقدر على طول تسيطر عليه. سليم. انت تعرف النت. جميل. سامي حوارك في الجزيرة قلت انك بتألف كتاب سيرتك الذاتية، تتمنى يكون مرجع في الجامعة. خلني وبرضه ما انه مدربون في الذاكرة، وكلمة لما قلتها برضه في ناس اصطادت انه كلمة انها تكون تدرس. انت قلت تدرس. اي نعم ممكن يكون عندي الحوار اذا تبغانا نطلع. اي لا طلع ما في مشكلة. انا اقول لك كلمة تدرس. طبعا لما يقول تدرس لازم اكون دكتور عشان اطلع كتاب، هذا شيء لا مش شرط. كتاب يعني الامير عبد الله وحتى ممتاز، وحتى عبد الله بن خميس برضه مو دكتور او هذا، وكتبه ويوجه دكاتره صح ولا لا؟ انا في خبره عصاره الخبره 47 مدرب او 48 مدرب يا في الهلال وفي المنتخب. ابغى اكتب عن واقعهم ويستفاد منها كاسم، يستفاد منها في مرجع للطلبه في التربيه البدنيه او في طلبة جامعة الملك سعود او في الطلبة مو جامعة الملك، في الجامعات ككل. زين لما احط عصارة الخبرة كيف سيكولوجية حقت المدرب، كيف كيف قيمة التعامل، كيف قراءة المباراة، كيف اشياء كثيرة يعرفونها. يعني انت جاد انه يكون مرجع؟ ليش لا يا اخي؟ ممتاز. مو طموح هذا من حقي اني اكون من حقك انك تطمح زي وانت ما ترى انه سامي الجابر بالخبرة اللي قضاها والعقلية وبمواجهتي لك حاليا انه قادر على انه يطلع كتاب يعني وخبرة 48 مدرب. يمكن في لاعبين ما في لاعبين في العالم مرت عليهم القيمة الرقمية هذه بالنسبة للمدربين. فأنا بجيب لك التفاصيل حقت المدربين في جميع الأشياء. ممتاز. قد تكون تفيد في ممتاز إن شاء الله. الله يطرح فيه البركة بالكتاب إن شاء الله. سامي وبهديك أنا نسخة أول ما يطلع إن شاء الله. شرفني. أعطيني رأيك. شرفني ابو عبد الله. الله يسلمك. سامي البطولات ايضا قلت انه في الجزيره جئت للهلال وهو عنده عدد من البطولات ثم تضاعفت الى الرقم الفلاني،
في البطولات. كم مرة؟ أنت